راي اموت لك ادري، راي اموت، راي اموت، راي اموت. ايش بك لك بكري؟ ايش صاير معك؟ ايش شو ايش بك لك؟ راي اطا، راي اطا من بكره، من بكره اعلم عن كلامي، مقدم عودة طوعية لتركيا. ما بقى اتحمل يا اخي، ما بقى اتحمل، صار لي 9 شهور ما صار شي طاول معي. اشتقت للاهل، اشتقت للمرأة، للاولاد، والله راي اموت. إيه انت جدبة اللي عم تجدبه علي؟ شلون عودة طوعية ولا تركيا؟ مين قال لك تركيا راح تستقبلك؟ مين قال لك غير دورة راح تستقبلك؟ ما راح يرجعوك غير على سوريا، وهذا اسمه انتحار يا فهمان. انت جدبة؟ اصبر، اقسم بالله في ناس عم تتمنى تكون محلك يا زلمة. ايش بك؟ ايش شو سوريا؟ لا ما بدي ارجع سوريا، بدي ارجع لتركيا. ولي بسوريا ابو حيدر، بو صقر، بو رال، فرع 9 وخمسة 5 5. لا ما برجع لسوريا. لك شو مفكر حبيبي؟ تستقبلك تركيا او تستقبلك غير دولة؟ خلاص البلد الام سوريا. مع السلامة لك بعدين يا فهمان، يا فهمان. حطيت ما فوقك وتحتك وبعد ذهب مرتك وبعد ذهب بناتك وتدينت من فلان وعلان وابوس ايدك 1000 يورو وابوس اجرك 2000 يورو، كبيت 11 12 الف على الطريق، وهلا جاي تقول لي بدك ترجع؟ هذا انسان عاقل بيحكي هذا الحكي الا اذا انت كنت مجنون يعني. والله يا ادري عم تحكي مدوزن، هيك ريحتني، عم تحكي مدوزن، والله كل شيء قلته صح، تدينت وبعد ذهب وما خليت شيء ما سويته لو وصلت لهون. والله عم تحكي ذهب وحكيك فيه روح دخيل ربك. بعدين يا فهمان انت مو راح تدمر مستقبلك بس، راح تدمر مستقبل عيلة كاملة وراك. اقسم بالله راح تدمر مستقبل عيلة كاملة. لهيك اركوز عال ان شاء الله فترة صغيرة من الزمن وراح تاخذ اقامة مثلي مثلك يا زلمة. كل انسان عنده ضغوط نفسية، عنده مشاكل، وراح تفرج. الله دخيل اللي بحبني انا، لك ادري دخيل ربك. خلاص قوم ساوي لنا عشاء. انا مروق، قوم ساوي لنا عشاء. عشاء؟ يلا معلش خليه تعدي حالته النفسية، والله لا افرمك.